فريق الاهلي المصري ابو محمد، وانت توقعت من فتره ان الاهلي بكميه النجوم ما بيعدي وما بيروح بعيد في كاس العالم للانديه 2025. اولا بنشكر مجلس اداره النادي الاهلي وشركه كره القدم بالنادي الاهلي على التدعيمات اللي عملتها للنادي الاهلي استعدادا لكاس العالم للانديه. لكن لاحظنا ان كان في هناك فرق كبير جدا بين لاعيبه النادي الاهلي ولاعيبه بالمراس البرازيلي من حيث العنصري القوه والسرعه. والعنصر القوه والسرعه دول عنصرين مهمين جدا في كره القدم لاي لاعب كره قدم. ولاحظنا ده في حاله القوه، لاحظناها في حاله الالتحامات، سواء التحامات هوائيه او ارضيه او في الثنائيات. كان معظم الكور اللي فيها ثنائيات كان بيكسبها او بيربحها لاعبي نادي بالمراس. ولاحظنا ايضا ان هناك فروقات كبيره جدا في السرعه بين لاعبي النادي الاهلي ولاعبي بالمراس. ولاحظنا ده في الهدف الثاني اللي دخل في النادي الاهلي. لاحظنا خليني بسالك ابو محمد، انك انت رحت الان فني، انا ما ابغي فني، خليني اسالك الاضافه اللي سواها تريزيجيه وزيزو وبن شرقي، ولا نتكلم عن الثلث الامامي؟ انا هتكلم مع ثلث امام بس هكمل الجزئيه دي. تفضل. دعني هي انا على قاطعتك السريع. انا، انت داخل فني، انت ما شاء لا الله رجل لا فني يعني. لا على السريع يعني. تفضل طال ان عمرك. الهدف الثاني لنادي بالمراس اتعمل فيه 4 تمريرات، والتمريره الخامسه كانت في الشبكه. دي كانت عمليه تحول سريعه من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. صحيح. السبب اللي خلى كمان ان الاهلي ما يظهرش بشكل جيد في كاس العالم للانديه ان التعاقدات اللي عملها مجلس اداره النادي الاهلي كانت كلها معظمها كانت في مركز واحد. انا لما باجي اعمل تعاقدات بشتغل على مراكز اللعب، اشوف احتياجاتي ايه، باك رايت مثلا عايز ولا باك ليفت ولا سنتر باك. انا من هنا بهمس في اذن اداره النادي الاهلي وبقول لهم النادي الاهلي بحاجه ماسه الى باك رايت وباك ليفت ولاعب سنتر باك. انت التدعيمات عملت، كان عندك 3 لعيبه بيلعبوا وينج، عملت 3 تدعيمات تانية جبتها في نفس المركز. يعني الوينج رايت عندك انت حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمر كمال عبد الواحد وزيزو.